ما تركزوش مع الكادر ومع اي حاجه عشان الدنيا عندي متكركبه لحد ما اروح مصر. الفيديو ده خاص بالاهالي. هو احنا ليه دايما بنراضي اي حد وكل حد على حساب ولادنا؟ ليه الاهالي دايما عندهم نفس الجمله انت اللي غلطان يا حبيبي عشان انا عارفك؟ حتى لو كان الشخص غلط فمستحيل يبقى 24 ساعه هو اللي بيغلط واي حد تاني هو اللي صح. حتى لو الابن غلطان ليه نقلل منه قدام الناس ودايما نحسسه ان هو قليل، وبدل ما نفهمه غلط ونفضل نزعق فيه انا قلت لك مره واثنين وثلاثه واربعه ان كذا وكذا وكذا غلط عندك وانت لازم تصلحه عشان فلان صاحبك ده يفضل موجود في حياتك. اعتقد ان من حق ولادكم ان هم يحسوا بالامان معاكم، واول مرحله في الامان ان انتوا تكونوا اول ناس بيدافعوا عنهم واول ناس موجودين في ظهرهم. عشان كده ما تحسوش ولادكم ان الفطره اللي ربنا غرسها فيكم كأمهات وكآباء ان هي فجأة انعدمت ومش موجودة عشان انتوا بتراضوا حد تاني على حساب ولادكم. واهم حاجة مش ابنك دايما هو اللي غلطان، احيانا ناس تانية هي اللي ممكن تكون اذياه. وحتى لو ابنك اللي غلطان ما تطلعهوش غلطان قدام حد، ما تأذيش نفسيته علشان خاطر اي حد مين ما كان هو الشخص ده، وتغور الناس كلها في مصلحة نفسية ابنك. وخليكم فاكرين حاجة مهمة جدا، ان باللي انتوا بتعملوه ده بتحسسوا ولادكم اول حاجة ان هم لازم يخافوا منكم ويعملوا حساب طول الوقت. تاني حاجة انتوا دايما هتشوفوهم قليلين فهم بيحاربوا مع نفسهم مع الدنيا علشان يحاولوا يرضوكم مع انهم عارفين ان انتوا عمركم ما هترضوا. تالت حاجة ان انتوا بتدمروا نفسيتهم وثقتهم في نفسهم وثقتهم في اللي حواليهم. رابع حاجة بتحولوهم ناس عدوانية وعصبية وطول الوقت بتتخانق مع اللي حواليها عشان حاسة بعدم الامان وان محدش هيدافع عنها ابدا وانها مضطرة تنفعل بسرعة عشان تدافع عن نفسها. تلموش اولادكم وتحطوا عليهم غلط مش غلطهم وهو غلطكم انتوا من الاول في التربية. خدوا بالكم من النقطة دي قوي علشان بتدمر نفسيتنا.